حطيت البيض زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليه بالبرتقال، وهنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. كده. وهحط برضو معلقه كبيره من الخل. حطيت معلقه كبيره من الخل. هنزل بالسكر، ضربت كويس قوي شويه كده. هنزل بالسمنه على الزيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معكم مصطفى من قناه بيت العيله. النهارده هنعمل معاكم كيكه البرتقال ان شاء الله. سهله وبسيطه كده ومش هتاخد منك اي وقت خالص. معايا كوبايه من البرتقال، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع زيت على سمنه، 3 بيضات. معايا هنا بشر برتقانه. لسه كده الدقيق، وهقول لكم هناخد قد ايه دقيق. خليكم معايا. نزلت بالخليط كده في الطبق زي ما انتم شايفين، ضربته كويس قوي، رحت نازله بيه في الطبق كده. هنزل ببشر البرتقال كده. هنزل بكوبايتين من دي زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم انخلهم كده زي ما انتم شايفين. اي مصفى مطبخ عندك، وكيس كيك شيف. وهنزل بالدقيق بالتدريج. مش هحط كوبايتين مره واحده، لان على حسب الخليط معاكي. فهتحطي تنزلي شويه بشويه لحد ما قوام الكيكه يبقى مظبوط معاكي. هقلبهم واقول لكم هعمل ايه. شايفين قوام الكيكه؟ بصوا، وده قوامها زي ما انتم شايفين كده. هبطن بقى الصينيه طبعا بدقيق وسمنه على حسب ما انت عايزه، دقيق وزيت اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا قبل ما اشتغل خالص مشغله شغلت الفرن على اعلى درجه. وده قبل ما اشتغل خالص. وهحطها في الصينيه واقول لكم. زي ما انتم شايفين كده بطنت الصينيه زي ما انتم شايفين كده. حطيتها في الصينيه اهو. هدخلها في الرف الوسطاني اول نص ساعه على درجه حراره عاليه. بعد كده هوطي عليها لحد ما تستوي. كده حطيتها في الصينيه اهو. هدخلها في الفرن على الرف الوسطاني اول تلت ساعه على درجه حراره عاليه. بعد كده هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. مش هشغل عليها من فوق خالص، من تحت بس. دي الكيكه اهو بعد ما طلعتها من الفرن. تهدى بس كده شويه واقطعها زي ما انتم شايفين كده اهو. تهدى واقطعها واوريها لكم. زي ما انتم شايفين كده دي الكيكه بعد ما خلصتها اهو. زي ما انتم شايفين هشه ازاي جميله. عايزه اقول لكم جميله تحفه والله. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. بصوا هشه ازاي وحلوه. يا ريت تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.